إيه أكتر حاجة نِفْسك تبقى موجودة في حياتك وهي مش موجودة؟ نفسي في والدي إن يبقى موجود في حياتي، لأن أنا دايما يعني زي ما بيقولوا في الأمثال القديمة لو عظم في قفة. أنا الواحد حاسس بقطم الظهر من غيره يعني، وحاجة شبه إن أنا إيه يعني بحسد الناس اللي عندها أبهاتها وأهملين فيها أو بيعاملوهم بسوء نية أو معاملة مش كويسة. ابويا الله يرحمه، ان ظهرك اتكسر مبقاش ليك سند ولا حد في الدنيا، حتى الصحاب والحاجات دي ما بتنفعش ولا القرايب. هو ابوك حاجه واحده بس في حياتك ولو راحت مش هتيجي تاني، فاهم انت اللي هتروح له بعد كده. تيتا الله يرحمها، كان نفسي تبقى موجودة في حياتي. حبيبتي اللي سابتني، بس كان نفسي تبقى تكون قاعدة موجودة جنبي حاليا، وهي الحمد لله يعني اتجوزت وشافت حياتها وربنا يكتب لها اللي في النصيب إن شاء الله. اكتر حاجة نفسي فيها بس مش موجودة شوجر دادي. رجل غني، هكدب؟ عايزة واحد غني غني جدا، عشان انا نفسي اقعد في البيت وما اشتغلش. العربية. أكدب يعني العربية. عربية. كان نفسي يبقى في عربية في حياتي والله بجد. كنت أهتم بيها أكتر من أي حد أنا مهتم بيه في حياتي. مع إن أنا مفيش حد في حياتي مهتم بيه يعني. بس هي عربية يعني أنا حياتي ناقصها عربية بس. حاجات كتير زي إيه؟ زي انا مثلا يعني في ناس كتير عندها عربيات، ناس عندها مش عارف ايه، ناس عندها، بس انا بقول طبعا الحمد لله، لان ده ارزاق يعني، ده رزقي ورزقك وربنا مقسمه يعني. فده ما اقولش ليه ده عنده وليه ده مش وانا ليه مش عندي، لان دي حاجه بتاعت ربنا، فانا ما اعترضش عليها، اقول الحمد لله. لو الفيديو ده عجبك اعمل لايك واشتراك في القناة ووصل الفيديو ده 50,000 لايك. عارف إن هو مش هيوصل أقسم بالله، بس دينا بنحاول.